أقعد مع جوزي وعيالي نتكلم ونضحك. مش عارفة إزاي كنا بنعمل كده. الوقت كان بركة. بصوا يا ولادي، الدنيا اتغيرت كتير. الحياة بقت أسرع، التكنولوجيا دخلت كل بيت، الناس بقت مشغولة أكتر. بس روح رمضان لازم ما تتغيرش. الصيام مش مجرد منع نفسك عن الأكل والشرب، ده تهذيب للروح والنفس. لما بتصوم بتعلم نفسك الصبر، بتحس بالغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا، بتراقب لسانك وتصرفاتك. الأهم من الصيام نفسه هو إنك تستغل رمضان في تطوير علاقتك بربنا، تكتر من قراية القرآن، تحافظ على صلاتك، تدعي ربنا من قلبك، وكمان تصلح علاقتك بالناس، تسامح اللي زعلك، تزور قرايبك، تساعد المحتاج. الصيام مدرسة أخلاق كاملة، مش مجرد جوع وعطش. وأنا عايزة أقول للستات في كل مكان، نعم شغل البيت ومسؤولياته كتير خصوصا في رمضان، بس برضو لازم تاخدي وقت لعبادتك ولنفسك. ما تنسيش تقرأي القرآن، ما تنسيش صلاتك، ما تنسيش تذكري ربنا وانت بتشتغلي. وعلمي عيالك يعني ايه رمضان، ويورثلهم العادات الجميلة دي. الستات زمان كانوا بيتعبوا بس كنا سعداء، كنا بنلاقي لذة في كل حاجة بنعملها. التعب ده كان فيه بركة، كل وجبة بتتعمل من الصفر، كل حتة في البيت بتتنظف بإيدينا، كل سفرة بتترص بحب. ورمضان كان أجمل أيام السنة عندنا، كان فيه روحانيات ملهاش مثيل. الأذان بتاع المغرب في رمضان، وريحة البخور في البيت، وصوت المسحراتي، وضحك الأولاد وهم بيلعبوا بالفوانيس، والجيران كلهم بيتجمعوا في الشارع بعد صلاة التراويح، وسهرات رمضان اللي ما كانتش بتخلص، والبيوت بابوابها مفتوحة، والناس بتخش على بعض من غير ميعاد. دي ذكريات عمري ما هنساها. كانت حياة بسيطة بس فيها معنى وحب وترابط. يا ولادي، أنا أتمنى إنكم تقدروا تحافظوا ولو على جزء من الروح الجميلة دي. رمضان فرصة نرجع لبعض، نرجع لأصولنا، نرجع لربنا. رمضان مش بس عن أكلات معينة أو مسلسلات، ده عن روحانيات وتقوى ومحبة. أتمنى إن بيوتكم تكون عامرة بالخير زي بيوتنا زمان، وربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل سنة وانتم طيبين.